افتحي يا علا، ما العرايس لسه نايمين ولا ايه؟ حاضر يا ماما. ايه يا علا على طول سايباني على الباب كده؟ اصحيكم من النوم ولا ايه؟ لا يا حبيبتي اتفضلي. ايه اللي انت جايباه ده بس يا امي؟ وتعبه نفسك وشايله من بعيد؟ ما يجراش حاجه يا علا، الف الف مبروك يا حبيبتي، وانا في ديك الساعه لما اجيب لي بنتي حبيبتي. امال محمود فين بقى عشان اسلم عليه؟ هدخل الصينيه المطبخ واجيلي. محمود، يا محمود ماما جت. ايوه يا علا، ما انا سامعها. ازيك يا محمود يا ابني، عامل ايه؟ الحمد لله يا ست الكل، انت عامله ايه واخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، طول ما انتوا بخير انا بخير. ربنا يديك الصحه. كفايه بقى كده، ما انا كل يوم تجيبي لنا اكل. لا ما هو خلاص، اخر يوم النهارده. علا بقى تقوم كده تعمل الاكل الجميل بتاعها، ولا ايه يا علا هتفضلي عروسه على طول؟ لا يا امي خلاص، هو كده كده محمود قرب ينزل الشغل، يعني لازم اقوم وهشيل كل اللي انت كنت بتشيلي عني. هي الدنيا كده يا بنتي، بتلف وتدور، الصغير بيكبر. ربنا يديك الصحه وطولة العمر يا رب. تعيش يا حبيبي. بعد اذنكم. هقول انا ماشي، ليه يا امي ما تقعدي؟ لا اقعد فين بقى؟ انا همشي يا حبيبتي. خلي بالك من نفسك، انتبهي لحالك في الاول كده يا علا. ازاي يعني يا امي انتبهي لحالي؟ اعمل ايه؟ خلي بالك من جوزك ومن فلوس جوزك، وخليكي عارفه كل كبيره وصغيره عنه، ما تسيبوهوش لحاله وما تسيبوهوش هو اللي يقرر كل حاجه في قلب البيت. انتي تشاركيه في كل حاجه وتنزلي وتجيبي حاجتك، وتملي خلي بيتك مليان يا علا عشان يتعود على البيت المليان، ما يخليهوش فاضي في يوم من الايام. حاضر يا امي. محمود كويس قوي. النفوس بتتغير يا علا، ما تضمنيش بكره مخبيلك ايه. خلي بالك على نفسك وخلاص، انا ماشيه بقى. طب ما تقعدي شويه يا امي. لا يا حبيبتي هبقى اجيلك تاني. يلا مع السلامه. ولو اني مش فاهمه حاجه بس مش مشكله، بكره افهم. واقف سرحان في ايه بقى؟ تعالي يا علا. ايه مامتك مشيت؟ اه يا حبيبي مشيت. طيب ماشي. مبسوطه معايا يا علا؟ اه طبعا مبسوطه يا محمود، وبعدين ده أنا لما صدقت يعني بقيت انا وانت في بيت واحد، وبعدين دول 3 سنين حب يا محمود. ان شاء الله خلي حياتك كلها وسنينك اللي جايه كلها حب يا علا. يا رب يا محمود. ما قلتليش يعني يا علا، ايه رايك في كل حاجه اخترتها لك في الشقه؟ حلو قوي يا محمود، انت عملت كل اللي عليك وزياده، وكفايه ان اي حاجه كنت بختارها انت كنت بتجيبها، بتعمل المستحيل عشان تعملها. وعندي استعداد اعمل اكتر من كده. انت شريكه حياتي يا علا، وحياتنا اللي جايه خير باذن الله، واي حاجه هنعملها عشان خاطر ولادنا، ربنا يدينا ويراضينا. يا رب يا محمود. وخلاص نازل الشغل من بكره؟ باذن الله يا علا. انت عارفه، كانوا عايزين يدوني اجازه اقل من كده، بس انا اللي صممت بقى. وهم ما يقدروش يستغنوا عنك يا احسن مهندس في الدنيا. ربنا يخليكي. اي حاجه تعوزيها يا علا مسؤوله مني، وانا هجيبها لك. ان شاء الله مش هخليكي محتاجه حاجه ابدا. ان شاء الله يا محمود. خير يا علا، مالك؟ ماليش يا محمود، انت مخضوض كده ليه؟ وانت عايزه بعد المكالمه اللي كلمتها اني ما تخضش في ايه يا علا؟ ومامتك فين، مش كانت معاكي؟ لا ما هي ماما روحت خلاص. طب فهميني يا علا، في ايه؟ مبروك يا محمود، هتبقى اب. انت بتتكلمي بجد يا علا؟ اه والله العظيم. ياه. الف حمد وشكر ليك يا رب. مبسوط يا محمود؟ اه طبعا مبسوط. انت عارفه يعني ايه ربنا يرضينا على طول؟ دي حاجه حلوه قوي يا علا، ده كرم كبير من عند ربنا. الحمد لله. هو اللي بقى نفسك في ولد ولا بنت؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس يا علا. بس انا عارفه ان انت بتحب البنات. كل اللي يجيبه ربنا برضه كويس، احنا ما نقدرش نشرط على ربنا، ربنا يدينا الذريه الصالحه. يا رب يا محمود، عايزه بقى اشوف دكتور اتابع معاه. ماشي يا حبيبتي، اللي انت عايزاه اسالي عن احسن دكتور مين ونروح له، وانا كمان هسال. هو احسن دكتور ده هيبقى غالي؟ ولا يهمك اي حاجه، اهم حاجه اطمن عليك وتقومي بالف سلامه ان شاء الله. يا رب يا محمود. مالك يا علا، في ايه؟ انا ملاحظ ان انت الايام دي كده متغيره، على طول متعصبه. هعمل ايه يعني يا محمود؟ انا حاسه اللي ببات فيه بصبح فيه. هودي كارما المدرسه وكريم الحضانه، تعبت. طب ما هو ده حال الدنيا يا علا، ايه الجديد يعني؟ وايه اللي الجديد يا محمود؟ لا بيبقى في حاجات كتيره قوي جديده، احنا بس اللي قاعدين واللي بنبات فيه بنسبح فيه، وانت طول النهار والليل مسحول في شغلك. ما هو غصب عني يا علا، كل ده عشان اوفر لكم حياه كويسه واعلم ولادي احسن تعليم. مالك يا علا، ايه اللي جرالك؟ احنا من ساعه ما اتجوزنا انت عمرك ما قصرتي في حاجه، كنت ست بيت زي الفل. زهقت. زهقت من الروتين بتاع كل يوم اللي ببات فيه بصبح فيه. طيب ما انت قاعده في البيت يا علا، يعني اكتر واحده ممكن تنظم وقتها. هنظم وقتي ازاي؟ ولادك واخدين كل وقت، والبيت واخد كل وقت. يا ستي اعملي لك ساعه ولا اتنين اقعدي كلمي اصحابك، وصلي مع والدتك. بعدين الدنيا بقت صعبه غير الاول يا علا. اديكي شايفه الغلا اللي احنا فيه، يعني لازم الراجل والست يعافروا. هو انا بعافر من ناحيه الفلوس وان انا اوفر لكم حياه كريمه، الست المفروض تعافر في بيتها مع اولادها، ولا انا كلامي مش مظبوط ولا ايه؟ لا كلامك مظبوط يا محمود، بس انت عندك حق في حاجه واحده، ان انا لازم اخصص وقت لنفسي، اتكلم مع اصحابي بدل ما كل السنين عماله تعدي عليا كده بالاسم ان انا ست بيت ممتازه. اسمعي كلامي يا علا، حاولي ما تبصلهاش من الناحيه دي عشان ما تحسيش ان انت متضايقه وتتضايق اكتر ما انت متضايقه، وهتلاقي نفسك مطالبه بالحاجات اللي انت بتعمليها كل يوم، ومطالبه برضه تهتمي بولادك وبيتك. بصي لها من ناحيه تانية عشان ما تزهقيش يا علا. انا نازل رايح الشغل، ولو عوزتي اي حاجه كلميني. ماشي يا محمود. ايه الزهق اللي انا بقيت فيه ده؟ اللي ببات فيه بصبح فيه، وهو كل اللي همه الشغل، هو يتلكك ويقول عشان اوفر لكم حياه كويسه. ما الدنيا كلها بتشتغل والدنيا كلها بتوفر لبيتها حياه كويسه. انا فعلا لازم اغير من نفسي، انا حاسه باكتئاب فظيع. ارجع اتواصل مع اصحابي، اكيد لما اتواصل معاهم هفك شويه واتغير عن اللي انا فيه.
هي يا بنتي هو كل اللي يسافر ما يكلمش اصحابه؟ معلش يا علا حقك عليا، ما هم كانوا 3 4 ايام، مش معقوله بقى هسيب جوزي فيهم واقعد ارغي مع اصحابي. انت عايزاه يا بنتي يحرمني من السفر ولا ايه؟ عشان كده بتفكري في مصلحتك يعني. طبعا افكر في مصلحتي. اسكتي يا علا. اما جاب لي شويه هدايا. ايوه، حاجات تحفه. انا هصورها لك وابعتها لك عشان تشوفي كل الحاجات اللي انا جبتها. طيب ماشي صورها لي. ومش قادره اقول لك بقى الايام دي عدت عليا ازاي. خرجني في احلى الاماكن واجمل المطاعم. بصراحه كانت سفريه حلوه. من الواضح كده ان انت بقالك كتير ما سافرتيش. لا بقالي كتير ايه، انا على طول بسافر، على طول بياخدني معاه. وبصراحه لما بصدق يقول لي تعالي معايا. عارفه ليه يا علا؟ ليه يا منى؟ عشان وانا في السفر بقدر اشتري كل اللي انا عايزاه. اي حاجه بشاور عليها بيجيبها لي. ربنا يخليكم لبعض يا حبيبتي ويخليكي ليا. انت مش ناويه تسافري ولا ايه؟ مش عارفه، انا على حسب شغل محمود. انت عارفه محمود مضغوط في الشغل. بتضايق قوي من الكلمه دي. يعني ايه مضغوط في الشغل؟ ما كل واحد بيشتغل وكل ست من حقها على جزء ان هو يفسحها ويخرجها ويشتري لها هدايا. هو يعني الشغل هيخلص؟ عندك حق والله يا منى. طيب بقول لك ايه، انا هقفل بقى معاكي دلوقتي عشان ورايا حاجات كتير عايزه اعملها. هبعت لك الصور زي ما قلت لك. ابعتيلي، انا عايزه اتفرج على الحاجات. حاضر يا حبيبتي، هبعتهم لك دلوقتي حالا. مع السلامه يا منى. الله يسلمك. ما شاء الله، سفر وخروج وهدايا. تفرق ايه منى دي عني؟ ولا اي حاجه، بالعكس ده انا احلى منها واشيك منها. بس الحظ بقى. ايه ده كل دي هدايا؟ لما منى يجيلها الهدايا دي امال انا يجيني ايه؟ ايه ده؟ مين اللي بيتصل؟ امي. ايوه يا امي. هي يا علا يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله يا امي. ايه ده مال صوتك يا علا؟ ماليش، مخنوقه شويه. ليه يا حبيبتي؟ اتخانقتي مع محمود ولا ايه؟ انا محمود ده ما بقتش طايقاه. ليه يا علا؟ ايه اللي حصل؟ انا حكيها لك يا امي. في انا عن صحابي كل واحده عماله تسافر وتجيب يجيلها هدايا. طبعا يا حبيبتي حقك. لا كل ما اقول له كده يقول لي ما انت شايفاني يا علا انا مش مقصر في الشغل وبعمل كل ده عشانكم، عشان نبني مستقبلنا ومستقبل عيالنا. إيه علاقه مستقبلنا بمستقبل عيالنا بالهدايا والخروجات والسفر زي اي حد؟ وفاكر نفسه ايه محمود؟ اشتراني يا امي. بقول لك ايه يا حبيبتي، اطلبي وتدلعي، ده حقك. وبعدين لو ما اتدلعتيش وانت صغيره هتتدلعي امتى؟ لما تكبري وتجوزي ولادك. وبعدين صحابك دول يجوا فيك انت ايه؟ هو مش شايف هو متجوز ايه؟ انت حته قمر. انا هستنى لما يجي يا امي واتكلم معاه. الحياه دي مبقتش تنفع، انا خلاص اتخنقت. اتكلمي معايا يا علا واطلبي يا حبيبتي زي ما قلت لك. كده ده حقك. يعني انت شايفه كده يا امي؟ يا حبيبتي طبعا شايفه كده. المفروض ما يخليش نفسك في حاجه. ماشي يا امي، انا هستنى بقى لما يجي واتكلم معاه. طيب يا حبيبتي سلمي لي على العيال كتير، يوحشوني قوي يا علا. معلش يا امي هبقى اجيلك. ماشي يا حبيبتي مع السلامه. الله يسلمك. هو فعلا ده الحل الوحيد، لما يجي اتكلم معاه واشوف بقى رده ايه المره دي. عشان شكلي كده هسيب له البيت وامشي، اني خلاص اتخنقت. مش فاهمك يا علا، في ايه؟ هو الكلام اللي انا بقوله محتاج مترجم ولا ايه يا محمود؟ ايه يا علا في ايه؟ مالك بتكلميني كده ليه؟ وبعدين ايش دخلنا انا؟ صاحبتك سافرت ولا جوزها جاب لها هدايا؟ انا مالي يا علا؟ فعلا انت مالك؟ مش ملاحظه ان انت من ساعه ما اتدخلتي في صحابك انت مش عاجبك العيشه يا علا؟ عشان حياتنا بقت ممله يا محمود. انت ليه مش قادره تفهمي ان انا مضغوط في الشغل؟ ليه مش مقدره اللي انا بعمله؟ ليه مش حاسه ان كل اللي بعمله ده عشانك انت والعيال؟ دي شغلانتك وانا مش مسؤوله عنها، ومن حقي برضك اطلب واتدلع. انا لسه صغيره. اتدلع امتى يا محمود؟ لما يبقى عندي 50 سنه. طب وانا مقصر معاكي في ايه؟ انا عايزه اعيش العيشه التانيه دي، هدايا وخروجات وفسح. اسيب شغلي واجي افسحك؟ ما تتكلمي كلام معقول بقى. ده حتى الفيزا بتاعت المرتب سايبها لك، اتصرفي زي ما انت عايزه، جيبي كل الحاجات اللي ناقصاكي في البيت. شفت قلت ايه؟ في البيت، مش حاجات ليا انا. هو انت عمرك جبتي حاجه لنفسك وانا اعترضت عليها؟ بالعكس، بقول لك هاتي كل اللي نفسك فيه. هجيب انا كل اللي نفسي فيه؟ مش انت اللي تجيب لي؟ تحسسني بقيمتي، بتحسسني ان انت بتدلعني ومقدرني. انا حاسس ان الموضوع كده خد اكبر من حجمه، ابتدينا نتخانق يا علا. انا شكلي كده هسيب لك البيت وامشي. وخلي بالك، انا لو سبت البيت ومشيت انا مش هاخد ولادك معايا، لان انا ما جيتش اتجوزتك وكان معايا عيال. وما هرجع بيت اهلي، هرجع لوحدي. تسيبي البيت؟ ايوه سيب البيت. وما سيبوش ليه يعني؟ وانت شايفه المشكله اللي انت فيها دي اللي احنا بنتكلم فيها تستاهل ان انت تسيبي البيت؟ ايوه تستاهل، وتستاهل قوي كمان. وفي اكتر من الضغط النفسي عليا. انا مش عارف اقول لك ايه. ولا تقول ولا تعيد، كل اللي في دماغه حاجه بقى يعملها. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه ايه كل ده؟ زي ما بتبصي لاصحابك اللي عايشين كده بصي اللي اقل مني، ساعتها هتحمدي ربنا وتقولي الحمد لله يا رب احنا حالنا احسن من غيرنا. لكن هقول ايه؟ ربنا يهدي. هو فاكر نفسه ايه كل ده؟ فاكر نفسه ان بياكلك اللي محدش بياكله؟ هاديني زهقت يا امي وسبت له البيت بالعيال ومشيت. وريني بقى هيعمل ايه. اذا كان هو مش عارف قيمه بيته وعياله احنا نعرفها له. بصراحه يا بابا انا زهقت. صحابي يفرقوا ايه عني؟ انا عايشه معاه بضمير خالص. المفروض يكافئني، المفروض يجيب لي كل اللي بتمناه ويفسحني ويخرجني. وما عملش كده وانا صغير، هيعمل كده امتى؟ وبعدين هو مش فقير يعني، هو شغال زي الاكس مهندس قد الدنيا ومعاه فلوس على قلبه قد كده، استخسر فيكي ليه؟ طيب انا هوريك. وعايز يبين بقى حبه ليكي يدفع. يدفع ايه يا بابا؟ وريك يا علا انا هعمل فيه ايه. هو كده كده اكيد هيجي انه هيحتاج بالعيال، فاصبري وانا هتصرف. ماشي يا بابا.
ما تقلقيش يا علا، احنا يا حبيبتي هنجيب لك حقك، واللي عاجبه عاجبه، واللي مش عاجبه مع السلامه. صح يا امي. ده الظاهر جه. خش جوه يا علا، انا هعرف اتصرف. السلام عليكم، ازيك يا عم؟ اهلا يا محمود. اتفضل. ازيك يا امي، عامله ايه؟ الحمد لله انا كويسه. يا محمود اللي انت عامله ده؟ انا عملت ايه؟ هو في ايه يا عم؟ انا جاي اسال هو في ايه؟ هي دي برضو العيشه ما بين اتنين متجوزين؟ وبعدين انا عايز اعرف ازاي تسيب لي العيال وتمشي؟ امال انت عايزها تيجي بيهم يا محمود؟ ليه يا محمود؟ هو انت لما جيت تتجوزها اتجوزتها بيهم؟ انا مش مقصر في حاجه، انا عامل اللي عليا وزياده، بشتغل ليل نهار عشان اوفر لها حياه كريمه هي واولادي، لكن هي مش مقدره ده. كلامها لاصحابها خسرها، كل شويه تقارن نفسها بيهم، تقول لي دي جوزها بيجيب لها ودي جوزها بيعمل لها. انا مالي ومال الكلام ده؟ انا راجل مطحون في شغلي. حقها يا محمود، حقها، وبنتي تستاهل حقها تتدلع وتعيش. ستي حقها على عيني وراسي، بس مش بالدرجه اللي هي بتعملها دي. ولا اتغيرت خالص، ولا في بدايه الجواز كانت ست بيت محترمه بتعمل شغل بيتها على اكمل وجه، مهتميه ببيتها وبعيالها. دلوقتي ايه اللي جرى لها؟ انا جاي يا عم دلوقتي عشان احل، نشوف المشكله فين ونحلها. بص يا محمود، يمكن علا مش حاسه معاك بالامان ومحتاجه تحس بالامان. مش حاسه بالامان؟ وايه اللي يخليها تحس بالامان؟ عرفني اعمل ايه وانا اعمله. اكتب لها البيت باسمها. هو ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ ايه، قلت حاجه غلط؟ هي لازم تضمن حقها. حقها في ايه؟ يا بيعه وشروه؟ لا احنا داخلين جمعيه مع بعض، دي حياه، زوج وزوجه واولاد. الاولاد فوق كل شيء، فوق كل اعتبار. الحياه الماديه لو دخلت ما بين اي زوجين بتخربها. بدل ما حضرتك تقعد معاها ومعايا تحكم ما بيننا بما يرضي الله، وتقول لها اللي انت بتعمليه ده غلط، وتقول لها اللي يبص لعيشه غيره وتحرم عليه عيشته، ولا أنا اللي بقوله ده مظبوط ولا لا؟ هو حضرتك ساكت ليه؟ ما بتردش عليا؟ كلامك مش عاجبني. بقول لك بنتي عايزه تضمن حقها، وبعدين جوز صاحبتها اللي انت بتقول عليه بيجيب لها وبيعمل لها وبيكتب لها كل حاجه باسمها. انا ما قصرتش معاها ولا مع بيتي. وبعدين معلش يعني، من ناحيه الامومه سابت عيالها ومشي، عايز تخليها تعمل ايه اكتر من كده؟ بص يا عم، انا جاي اصلح ويعلم ربنا انا جاي في نيتي كل خير. خليني اقعد مع علا ونتفاهم. وانا مش هقعد معاك يا محمود. اللي بابا قال عليه هو اللي انت هتعمله، لان انا من حقي كمان اضمن حقي، احس ان ليا قيمه. اكلم صحابي برضه اقول لهم جوزي كتب لي وجوزي عمل لي، زي ما هما بيقولوا على جوازاتهم. انا مش هعمل كده يا علا، مش علشان حاجه، بس عشان ده غلط. اللي بيتعمل ده غلط. يبقى ما بيننا المحاكم يا محمود. محاكم يا علا؟ ايوه. وانت فاكر ان انا هسيب حقي؟ حقك؟ حقك ايه يا محقق؟ حسبي الله ونعم الوكيل، مش هقول اكتر من كده. اللي انت عايزه تعمليه يا علا اعمليه. جدع يا علا. انا لازم اعمل كده يا بابا عشان يعرف قيمتي وقيمه العيال، يعرف ان هو من غيري ولا حاجه. ولو عند انا فعلا كمان هعند وهعمل اللي في دماغي. صح كده، طالما هو مش مقدر النعمه اللي في ايده. ادي احنا قاعدين هنا بعيد عن الدوشه واي حاجه. احكي لي بقى بالظبط، احكي لك ايه يا علي؟ انت عارف كل حاجه. اللي حكيته لك هو ده، مفيش جديد. الجديد بس انها راحت رفعت قضيه نفقه وتمكين للشقه. انا مش عارف ابوها ده بيفكر ازاي. انا اصلا ما ينفعش اكتب لها الشقه، اكتبها لها ازاي وهي مش باسمي؟ وهم مش قادرين يفهموا كده. انت عارف يا علي، الشقه باسم ابويا، اكتبها باسمها ازاي؟ انا مش عارف اخره العند ده ايه. ديك حضرت لنا مشاكل لما توصل للمحاكم، حاولت تحل معاهم ودي راديو يا علي؟ لا ما رضيوش بصراحه. انا مش عارف في ايه. طب وبعدين يا محمود، انت هتسيب الدنيا كده؟ لا طبعا، انا هقوم محامي. يا علي ده انا سايب لها الفيزا بتصرف منها. عارف يعني ايه بتصرف منها؟ يعني ما بحاسبهاش على حاجه. يمكن ربنا عمل كده عشان اثبت السحب اللي هي بتسحبه، التحويلات اللي كنت بحولها لها عشان تعرف تمشي للناس، او تقول ان انا ما بصرفش عليها. بقيت حاسس ان انا مش عارف ارفع عينيا في وسط الناس من اللي هم بيقولوه. انا ما كنتش بصرف يا علي، ولا بشتغل ليل ونهار، امال مطحون لي في الشغل. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، ولا ابوها الطماع ده. انا حاسس ان هم عايزين يطلعوا مني باكبر مكسب وخلاص، عايزين بنتهم تعيش حياه مستقره، بيساعدوها على الغلط. معاك حق والله يا محمود. انا كل اللي عامل حساب وقلقان عليه وخايف عليه هم العيال. هم دول اللي مقصرين عليا. بحس بحزنهم يا علي، بحس ان هم مفتقدين امهم، هم رايحين المدرسه، حاسس نفسيتهم تعبانه. اكيد يا محمود، دول اطفال ويتاثروا. وخلي بالك، هم الوحيدين اللي بيحاسبوا على المشاريع. انت ناوي تروح المحكمه؟ هروح يا علي، لازم اثبت حقي، احضر الجلسات، يمكن لعل وعسى يرجعوا عن اللي هم بيعملوه. ان شاء الله خير يا محمود، خليها على الله، ربنا مش هيسيبك ونعم بالله. خير يا استاذه، بعتي لي في حاجه؟ ايوه يا استاذه علا، فيه اتعمدت ابعت لك وابعت لاستاذ محمود في نفس الوقت، عشان دول ولادكم لازم تعرفوا كل حاجه عنهم. خير يا استاذه، اتكلمي. سلوك اولادكم اتغير، ما بقوش زي الاول، وانا حاسه ان هم متاثرين نفسيا، وعشان كده قلت اجيبكم واتكلم معاكم. والمفروض تبدوا مصلحه ولادكم عن اي شيء. البنت مش مركزه وعلى طول حاسه ان عندها توتر، والولد بقى عصبي. اظن انتم ما ترضوش على ولادكم كده. لا انا مرضاش على ابني كده، والله ارضى على بنتي كده. هي اللي هتضيع مننا، واحنا كل اللي هممنا بنتخانق على مين يطلع كسبان. بصي يا استاذه، دي فتره وهتعدي، ويا ريت دور حضرتك في المدرسه انت تتكلمي معاهم وتعرفيهم ان دي حاجه عاديه، والبيوت كلها بيحصل فيها كده. وان شاء الله اخلص من المشاكل دي، ساعتها كل حاجه هتتحل، هيرجعوا احسن من الاول. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي وصلنا لكده. بعد اذنك يا استاذه، مضطره امشي. قولي لي اعمل ايه بالله عليك؟ انا ولادي اهم حاجه عندي، ما عنديش اغلى منهم في الدنيا. ربنا يصلح الحال يا استاذ محمود.
ايه يا منى؟ ايه يا علا طمنيني عليك، حضرتي الجلسات ولا لا؟ ايوه حضرتها، ان شاء الله ربنا معايا وهطلع منه باكبر سبوبه، عشان يعرف بعد كده ان الفلوس اللي كان بيدهاني دي ملاليم، وانا استحق اكتر من كده بكتير. ايوه يا علا جدع، خليه يعرف بقيمتك بقى وتجيبي كل اللي نفسك فيه. طبعا يا حبيبتي. طيب ابقي طمنيني عليكي. ماشي يا منى، مع السلامه. الله يسلمك. ايه يا علا عامله ايه؟ الحمد لله يا امي. ما تطمنيني كده، المحامي طمنك؟ ان شاء الله خير. اتقلي بس عليه، ده بعد كده هيجيلك راكع ويقولك حقي برقبتي. هما اشوف يا امي، بس انا قلقانه. قلقانه من ايه بقى يا علا وهتقلقيني معاكي؟ لان الشقه مش باسمه، الشقه باسم والده. مش عارفه، نشوف ايه اللي هيحصل. ماشي يا امي، ربنا يعديها على خير يا رب يا حبيبتي. هي كارما يا كريم، هي كارما حبيبتي، عاملين ايه؟ الحمد لله يا بابا. اتاخرتي كده ليه؟ معلش يا حبيبتي، تلاقيكوا طبعا جعانين قوي. يا بابا جعانين. حاضر يا حبيبتي، هدخل اعمل لكم الاكل على طول عشان ناكل سوا كلنا. ماشي يا بابا. ايوه يا علي، طمني يا محمود. لا اطمن، اصل ربنا كبير وكبير قوي كمان. خسرت القضيه، ما خدتش تمكين على الشقه، خصوصا ان العيال معايا، وكمان الشقه باسم ابويا، وحتى الطلاق اللي اتضرر خسرته. والمحامي طلع كل التحويلات وكل الحاجات اللي انا كنت ببعتها لها، وقدر يثبت ان هي اللي كانت بتسحب المرتب من الفيزا وخفض النفقه بتاعتها حاجات بسيطه قوي. ادي طبعا ما طلعت مرتبي الحقيقي، المرتب المذكور في الشركه. الحمد لله يا محمود، ربنا كبير، وقف جنبك ومعاك. انا ما عملتش معاهم حاجه وحشه، يعلم ربنا اني ما عملتش حاجه. انا رحت عشان اصلح حاجات انا ما عملتهاش اصلا، اللي اندفعت ورا اصحابها. تشرب بقى، انا كده كده هبعت لها ورقه طلاق، لاني خلاص اتكسرت من جوه يا علي. بعد الشر عنك من الكسره يا صاحبي. لا دي حقيقه، ولا كسرتني لما سمعت كلام امها وسمعت كلام اهلها واصحابها، وبصت العيشه مش عيشتنا، مع اني مش منقصها حاجه. ما قدرتش اللي بعمله عشانها. والعيال يا محمود هتعمل فيهم ايه؟ العيال زي ما هم معايا، مش هتخلى عنهم ومش هسيبهم. استحاله اسيبهم لناس زي دول يربوهم. يا ترى هيطلعوهم ايه؟ انا ما امنش على عيالي معاهم يا علي. معاك حق يا محمود، ربنا يصلح حالك ويقويك على عيالك يا رب يا علي. يا علا، تفضلي على الحال ده لحد امتى؟ هتوصلي نفسك لفين يا بنتي؟ انت مش شايفه حالتك بقت عامله ازاي؟ انت بقيتي بتروحي لدكتوره نفسيه يا علا. هو ده ينفع يا بنتي؟ انت كده هتضيعي نفسك. انا اللي عملت كده في نفسي يا امي. جوزي كان انسان كويس ومحترم، اديت بايدي بيتي عشان صحابي. ما كنتش اعرف ان انا هوصل للنقطه دي. عمري ما كنت اتخيل ابدا ان كل ده يجرالي. هنعمل ايه طب يا علا؟ امر ربنا. انا غلطت يا امي، غلطت، ونفسي محمود يسامحني. معقوله هيسامحك يا علا بعد كل ده؟ لازم يسامحني يا امي، لازم يسامحني عشان خاطر عيالنا. انا غلطت، عندي استعداد اكفر عن ذنبي. عشت تحت رجله طول عمري، والله ما هطلب منه حاجه. هو كان محترم معايا بس انا ما قدرتش ده، افتريت عليه، طفشته مني بمعنى اصح. والله يا بنتي ما عارفه اقول لك ايه. ربنا يصلح لك الحال. انتوا السبب، كل اللي حواليا السبب. بس لا، انتوا ما ضربتونيش على ايدي. كل اللي حصل ده من تحت راسي انا اللي سمعت كلام ما كانش المفروض اسمعه، لا من اهلي ولا من صحابي. ايوه يا دكتور. ايه يا علا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله انا كويسه. لا انا مش كويسه، انا تعبانه قوي. اهدي يا علا وخدي العلاج، ان شاء الله هتبقي كويسه. ان شاء الله كل حاجه هتعدي زي ما ربنا رايد. انا اللي هديت بيتي يا دكتور، هديت بيتي بايدي. كان معايا راجل محترم وطفشته. ربنا كبير يا علا، ان شاء الله ممكن المايه ترجع لمجاريها وترجعوا تاني لبعض. وديكي اتعلمتي يا علا، نفسي يسامحني. ان شاء الله هيسامحني. خدي العلاج وسيبيها على الله وطمنيني عليكي. حاضر يا دكتور، مع السلامه. يا رب هونها عليا. عايزه ايه يا علا؟ متصله بيا ليه؟ سامحني يا محمود، سامحني عشان خاطر ربنا وعشان خاطر عيالي. والله العظيم عارفه اني غلطان، عارفه اني كنت بسمع لامي ولغير عمة عينيا. سامحني بالله عليك يا محمود. مش قادر اسامحك يا علا، مش قادر اسامحك. انت كنت فاكره نفسك ان انت هتطلعي مني بفلوس وتتجاوزي وترمي عيال، بس ربنا ما اردش، عشان انت ظلمتيني وانا كنت عايش معاكي بما يرضي الله. معاك حق، والله العظيم معاك حق. وعمري ما شفت منك حاجه وحشه. ده احنا واخدين بعض على حب يا محمود. حب؟ من الحب ده؟ وما بقاش في حاجه اسمها حب خلاص. حتى اهلي اللي ساعدوك على الغلط وقلبك من ناحيه عيالي قالوا لك مش ملزومين نربي عياله. ما فكرتيش ولو للحظه ان انت اولى بعيالي. هم عيالي ومش هسيبهم، بس محتاجين امهم في السن ده. ما كانوش خلوا الحضانه في السن ده للام. لكن انت انانيه، ما بتحبيش غير نفسك. خلاص يا محمود، عشان خاطر ربنا خلاص نرجع لبعض، وانت هتشوف التغيير. رجعت يا علا بتاعت الاول. والله ما هتكلم خالص لاني اتقرصت. عرفت اللي يصلح لي من اللي يضرني. هقدر كده يا محمود. انا دخلت في حاله نفسيه وبتعالج يا محمود، وكل ده عشانكم. مع السلامه يا علا. جايه دلوقتي تطلب مني ان انا سامحها بعد ما ابوها كان بيساومني على الشقه، وكل ده عشان عايز اصلح، وكل ده عشان عايز اربي عيالي ما بين امهم وابوهم. حسبي الله ونعم الوكيل. القصه دي انا اللي بعتها، قصه صاحبي، لاني مش صاحبي بس، ده صاحبي واخويا وحبيبي. وده كل اللي حصل معاه بما يرضي الله. هو ما افتريش، بالعكس هي اللي افترت عليه. وانا حضرت لهم مشاكل كتير قوي. كان على اتفه الاسباب بتسيب البيت وتمشي وتروح عند اهلها. يا ريتهم بينصحوها.
دول هم السبب في خراب بيتها، ودلوقتي هي بتتحايل على محمود عشان يرجع، لكن محمود رافض. انا بعت القصه هنا عشان انا نفسي يرجعوا لبعض عشان خاطر الاولاد. ناخد رايكم برضه، ويمكن لما يشوف التعليقات وراي صاحبه القناه يغير رايه ويرجع يلم شمل اهل بيته تاني. غلطانة يا علا، غلطانة قوي. محدش بيقارن نفسه وعيشته بحد وتلاقيه عايش مبسوط أو تلاقي البركة في بيته. خلاص انت فقدتي نعمة الرضا يا علا، ديكي اتعلمتي وعرفتي قيمة الراجل المحترم اللي كان معاكي، اللي كان مخليكي مش محتاجة حاجة. يا شيخة ده كان بيسيب لك الفيزا بتاعت المرتب. هو الراجل لما يكون محترم وهمه شغله وتوفير سبل الراحة لأولاده يبقى ده راجل وحش؟ يا شيخة اتقي الله، ده راجل يتشال على الروس. وكفايه انه ما فرطش في ولاده. واقول لك على حاجه تانية يا علا، انت غلطتي كأم لما سبتي ولادي وسمعتي كلام اهلي. انت اتعلمتي وانا واثقه ان انت اتعلمتي، بس للاسف بعد ما خسرتي كل حاجه. بس ارجع واقول لك ياما بنعيش عشان نتعلم، ويمكن الحياه غرتك شويه، بس الحمد لله ان انت رجعتي لصوابك. كلامي بقى الاستاذ محمود عشان خاطر عيالي وعشان خاطر ربنا. ربنا بيسامح، انت كمان سامحها وديها فرصه. انا واثقه انها تعلمك وواثقه ان هي اللي مرت بيه هتعيش معاك بما يرضي الله. جرب، انت هتخسر ايه؟ رجعها عشان خاطر ولادك، وبعد كده ان شاء الله هتكون انت المتحكم في كل حاجه. عارفه ان حضرتك محترم ومش هتذلها ولا هتكسر نفسها لما ترجع لها. عيشوا انتوا الاتنين بما يرضي الله علشان خاطر ولادكم، والحمد لله انها جت على قد كده. هرجع واقول لك ربنا بيسامح، انت كمان سامح. طالما الحاجه يتقدر عليها سامح، طالما اللي قدامك اتغير سامح. في حاجات في الدنيا ما نقدرش نسامح فيها، واظن حضراتكم عارفين ايه هي كويس. لكن خلاص طالما هي اعترفت بغلطها، ولادها برضو محتاجين لها. عايزين كلنا في التعليقات نساعده ونشجعه ان هو يرجع مراته. ربنا يهدي سره وتكون نصيحتنا نصيحة خير يا احلى عيلة، وربنا يصلح حالك وحالنا جميعا. في حاجة بقى عايزة اتكلم فيها، يا ريت تستحملوني يا احلى عيلة. انا جالي تعليق امبارح بيقول لي عشان نتابعك انت لازم تعرفينا القصص بعد كده ايه اللي بيحصل فيها. بصوا يا احلى عيلة، القناة دي انا بستقبل عليها كل المشاكل اللي انتوا بتبعتوها لي وبعرضها، وانتوا برضو اللي بتقولوا للناس اصحاب المشاكل رايكم. هل من الطبيعي ان انا هتواصل مع كل حد واشوفه خد براي الناس ولا لا؟ ردوا عليا انتوا. هقول لكم على حاجه، في لحد دلوقتي ناس بتتواصل فعلا معايا، بس هم اللي بيتواصلوا وبيقولوا لي بيعملوا ايه وبيكملوا باخد رايي. بس دي حريه شخصيه، ما حدش طلب مني ان انا اخرج على المتابعين تاني واقول لهم ايه اللي حصل في حياتهم. اولا واخيرا دي حاجه انا مؤتمن عليها. الحاجه اللي بيقولوا لي اعرضيها بعرضها، والحاجه اللي بيقولوا لي ما تعرضهاش انا مش بعرضها، لان زي ما قلت لكم دي حاجه انا مؤتمن عليها. ثانيا بقى، ان لو في حد قال لي حصل معاه ايه بعد المشكله هخرج افكركم ازاي. هقول لكم فاكرين القصه اللي انا عملتها من شهر او شهرين؟ طب ده ينفع؟ طب انتوا هتركزوا في القصه الجديده انا هتابع الناس ولا هتابع المشكلات الجديده؟ اقسم بالله انا ساعات برد على 2 مره واحده واقعد اتنقل في الواتس ما بين الرسايل. اظن ما حدش يقدر يعمل كده، بس انا بعمل كده عشان وعشان اصحاب المشاكل. يا ريت تقدروا تعبي ومجهودي، بلاش الضغط عليا، بلاش. اصل احنا عايزين نعرف، زي ما انا ما بجبرش اي صاحب مشكله او اي صاحبه مشكله انها تخرج في التعليقات وتقول انا صاحبه المشكله، اعرفوا ان انا ما اقدرش اجبر اي حد ان يقول لي وصل لفين او اعرض حاجه هما مش قايلين لي عليها. وحضراتكم تلاحظوا كده ان في قصص اصحابهم مش بيقولوا في التعليقات احنا اصحاب القصص دي، وفي ناس تانية بيقولوا احنا اصحاب القصص دي. والله العظيم دي ما بتبقاش حاجه مني، دي بتبقى حاجه منهم هم. انا ما اقدرش اضغط عليهم في حاجه. يا ريت تراعوني وتقدروا. ربنا يخليكم ليا يا احلى عيله في الدنيا. واسفه لو كنت طولت عليكم. واول حاجه عايزين نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، عشان دي الحاجه الحلوه والحسنه اللي هتقعد له وتقعد لكم ان شاء الله. وبالله عليكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك الجميل وتعليقاتكم الحلوه قوي اللي بتفرحني، وبالذات اللايك يا احلى عيله، وبفكركم بيه اهو عشان ما حدش يرجع يقول انا نسيت. ربنا يبارك فيكم وفي عمركم يا رب. وفي الاخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.